ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حصل لي موقف كده، حابه ان انا احكي لكم عليه. انا كنت محضره حاجه تانية بصراحه، كنت هتكلم فيها. وبعدين لما حصل الموقف ده معرفش، حاسه ان انا حاجه كده جوايا بتقول لي الصبح اول ما الموقف ده حصل، طلعي الموبايل وصوري و... وده الفيديو بتاع الاسبوع، اتكلمي عن كده. فيشاء ربنا النهارده، انا كنا عاملين همبرجر عادي جدا في البيت، البرجر بقى اللي هو البيتي ده بقى اللطيف الحلو ده، امبارح. فعملت بقى سندوتشات الصبح، بصل بقى مكرمل بقى وكابوتشي بقى وايه وجبنه سايحه بقى من جوه وطماطم كده. ودخلت دخلته الميكرويف قبل ما احط عليه الطماطم. قلت بقى سايح الجبنه كده بقى ايه بقى، هتبقى جوسي قوي قوي يعني. المهم، ورحت مطلعاه بقى حط عليه الطماطم والكابوتشي بقى وايه، وجهزت الاكياس بتاعه الكاتشب والمايونيز، قلت هبقى احط عليها بقى ايه وانا في الشغل. حلو كده. وبعدين عملت بقى ايه سندوتشات تانية، لانشون فراخ مدخن بقى ولانشون ايه عادي. حلو كده. المهم ايه، آه ظبطت بقى كده الشنطة، وبعدين حطيت بقى ايه موز، وحطيت بسكوت، وحطيت بقى الاكياس بتاعه الكاتشب والمايونيز اللي انا قلت لكم عليها من شويه. بس فقلت يلا بقى ايه، دلعي نفسك النهارده. حلو كده. ايه اللي حصل بقى، ركبت انا متعوده بركب ميكروباص. حلو كده. ركبت باص من الباصات الصغيره اللي هي الخضره دي، اكيد كلنا عارفينها. حلو كده. فبدي الشنطه البنت، هو كان زحمه، انا ما كنتش اعرف، بس اللي هو ايه انا نازله متاخر اصلا، وبعدين ده لقيته والرقم كده اختلط عليا برقم تاني. بس فالمهم ايه، آه اللي حصل بقى ان انا اديت الشنطه البنوته قاعده، وبعدين لقيته مشي من مكان غلط. بعد شويه كمان يعني، مش على طول اول مثلا ما هو ما اتحرك في المكان ده، ابتديت ان انا انتبه، لا ما ذكيه، ذكيه قوي يعني. المهم ايه، خدت بالي متاخر شويه. أه قلت له لا نزلني هنا، انت مش رايح في الحته الفلانيه؟ لا مش رايح. نزلت. المهم ايه، كل ده انا مش في دماغي اصلا الساندوتشات، مش في دماغي الحاجات اللطيفه والجوسي اللي انا كنت عاملاه الصبح بقى وان انا هدلع نفسي الدلع ده خلاص. المهم نزلت بعد ما هو مشي، وانا قلت ايه خلاص انا ايه همشي بس الحته الصغيره دي وهركب حاجه ومش عارفه ايه وخلاص. المهم ايه، آه فجاه افتكر ان الساندوتشات الراجل لسه ماشي، مفيش يعني اللي هو دقيقتين. طب احصله؟ طب ايه؟ طب السندوتشات اللي انا عملت مجهود فيها ودلعت نفسي، طب الدلع ده مين هيدلعه مكاني؟ يعني ادلع نفسي الصبح واشوف الحاجه بتتعمل وفجاه وما اكلهاش. ضايقت قوي بصراحه، ضايقت جدا. بصوا انا متعوده ان انا اتكلم من قلبي، ما بعرفش ازوق الكلام. حتى الفيديوهات اللي انا عملتها فاتت كده، وكل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هتبقى كده. هتلاقوني بتكلم من قلبي يعني، مش بزوق الكلام خالص. المهم، آه، فضلت كده شويه، قلت هركب واروح اجيب السندوتشات بغبائي. فالمهم ايه، لقيت حاجه كام مواصله معديه، وبعدين ايه، لا كأن ربنا بيقولي لا خلاص، مش نصيبك، يعني ما تدوريش على حاجه مش رزقك. هي حاجه مش رزقك خلاص، ما تبذليش مجهود ان انتي تدوري او تسعي او كده. خلاص. أه وبعدين ايه، مشيت وباخد وبدي كده مع نفسي، هو انا ازاي ما خدتش بالي؟ وبعدين بفكر كده لو لثانيه واحده، اللي هو ما يمكن خير، لعله خير بجد يعني. يمكن حد تاني كان نفسه ياكل الاكل ده ويتدلع، وانا دلعته. بجد يعني ما دلعته، ايه المشكله يعني؟ أه يا سلام لما تحس ان انت عملت حاجه حلوه لحد من غير ما تعرف لحد مين، وعملتها وانت حاسس ان انت يعني عملتها من غير قصد، مش مرتب لها خالص. أه بعدها كده حسيت الضيقة اللي جوايا هديت، وحسيت ان انا مبسوطة ان انا عملت حاجة من غير ما اقصد. أه وفي نفس الوقت فكرت اللي هو ايه، أه
ما يمكن فعلا يعني حد فعلا كان نفسه في الحاجة دي. فكتير احنا بنعمل حاجات لناس عدت علينا ومش هقول ما تمرش فيها، بس مش مع الناس الصح. تمام. ما تفكروش خالص هي انا عملته مع الناس الصح ولا عملته مع الناس الغلط. اعمل الحاجة وما تفكرش انا عملته مع مين. فكر بس ان انت لما عملت الحاجة دي عملتها لوجه الله، هتترد لك بجد. يعني عملت حلو بيترد، عملت وحش بيترد. فدايما فكر في انك دايما بتعمل الحلو، ما تستنيش تقدير. معاكو ان في ناس كتير مش بتقدر، بس لو فضلنا فعلا نستنى مش يعني كل ما بنعمل حاجة مستنيين قدامها شكر، مستنيين قدامها تقدير، ممكن نلاقي وممكن ما نلاقيش. هل معنى كده ان احنا ما نعملش الحاجة؟ لا، فكر ان انت بتعمل دايما الحاجة لوجه الله بجد. هتحس كده كمية رضا غير طبيعية، زي الرضا اللي انا فجأة كأن حاجة كده، كأن في لمبة كده نورت في مخي، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. والغضب اللي كان جوايا وان انا مش عارفة اركب اروح ولا ارجع ولا اعمل ايه، لقيت نفسي بفكر كده ولو اللحظة اللي هو ايه، ما لعله خير، انا متضايقة ليه؟ عملت حاجة وما كلتهاش، نصيب عادي، ايه المشكلة؟ ما كتير بيبقى نفسنا في حاجات كتيرة وحاجات تحصل وتكمل في حياتنا وما كملتش. يا سلام بقى لو في اللحظة دي فعلا الحاجات اللي ما كملتش في حياتنا نفكر كده ولو للحظة حكمة ربنا، زي ما فكرت في حكمة ربنا في اللحظة دي، ان انا اكيد ربنا بعد مثلا عني الحاجة دي، مش هقول انها وحشة بس مش الانسب لي. تمام. فدايما نفكر كده ان الحاجة دي بعدت عننا، ربنا بعدها عننا عشان هي مش الانسب ليك. تمام. وشايل لك الانسب، انت تستاهل الاحسن. فدايما ما تفكرش ان في مشكلة او في عيب فيك ان الحاجة دي بعدت عنك او الحاجة دي انت ما اخدتهاش. لا، هو ربنا سابقك بكذا خطوة، عارف ايه اللي هيحصل لك، عارف ايه اللي هيناسبك، عارف ان الحاجة دي ممكن ما تكونش مريحاك بعدين، بس دايما احنا مش عارفين الخطوة اللي بعد كده. فنفكر بس ان هو دايما بيعمل لنا الخير والله. وفعلا لما بنبقى بعيدنا عن اشخاص وبعيدنا عن ناس وبنيجي بعد فترة نفكر كده ولو للحظة، ونلاقي مثلا الناس دي عملوا كذا والناس دخلت حياتهم وهم اتصرفوا معهم بشكل معين، لا مش هو ده الشخص اللي انا، الحمد لله ان ربنا مثلا بعدني عن الشخص ده، الحمد لله ان انا ما خدتش مثلا الشغل الفلاني ده ربنا رحمني، انا ما كنتش شايفه الحته دي. فدايما فكروا كده ولو للحظه، هتلاقوا الغضب اللي جواكوا والثوره اللي جوانا هديت وارتاحت، وان احنا دايما ربنا شايل لنا الخير، وانه لو حاجه راحت فهو لعله خير. بحبكم.